السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة محتاج أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، موضوع بيشغل بال ناس كتير، وبالأخص ممكن يكون أولياء الأمور. هو النهاردة البنات عايزة إيه؟ أو إيه الشروط اللي البنت دايما بتطلبها في الولد أو في الزوج أو في الشاب اللي بيتقدم لها؟ زمان كان تفكير المجتمع بإن الراجل اللي يقدر يفتح بيته ويصرف على بيته ويكفي بيته ده راجل كويس ويكون ابن ناس كويسين، وكان بيتم القبول والزيجة بتتم. وقلنا زمان كانت معدلات الطلاق أبسط من كده بكتير جدا. النهارده أصبح للبنت رأي وموافقة في الأشخاص أو في الشخص اللي متقدم لها. طب البنت عايزة إيه؟ إيه المواصفات اللي البنت عايزاها؟ مع التجارب الشخصية والكلام اللي سمعناه من أصدقاء ومن أولياء الأمور أصدقائنا، واحنا شخصيا معانا، انا واحد من الناس عندي بنات، لما بيجي حد بيرتبط بيهم ازاي البنات بقت بتحكم النهارده على الامر. البنات بقت لها صوره يمكن صوره شامله عن الشخص ده في امور كتير جدا. طوله، شكله، وزنه، ثقافته، عيلته، حاجات كتير جدا. يعني النهارده الشاب بيتعرض لاختبارات كبيره جدا في فكره ان هو يخش يتقدم لبنتي او بنتك، ومع ذلك قلنا ان في ارتفاع معدلات الطلاق بقى غير طبيعي. طب ازاي رغم كل ده، رغم ان هي النهارده البنت بقى بتاخد رايها في كل حاجه، البنت ممكن تحدد هي الشخص اللي يجي لها، البنت بتوافق، البنت بترفض، ومع ذلك ممكن بتلاقي جوازات بتفشل بعد 3 4 شهور، ولما تيجي تبحث تلاقيهم عارفين بعض، الواد والبنت عارفين بعض من فتره، او في ما بينهم علاقه من فتره. طب ازاي؟ بأنهي منطق؟ اكيد في خلل في الجزئيه دي. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات بتاعتكم ايه اللي البنات محتاجاه في الشاب. في ناس ممكن تكتفي بجانب عاطفي، تبقى رومانسيه شويه، ان هو الولد يرتبط بيها ويحبها وعلى قد ما يقدر يوفر لها حاجات بسيطه. وفي ناس بتشترط ان يكون له دخل عالي بالمقابل بقى حاجات تانية كتير، وممكن ما يبقاش في ما بينهم ارتباط عاطفي. وفي ناس ممكن توافق بشخص يكون ظروفه الماديه على قده، بس راجل سيرته كويسه، اخلاقه كويسه، اهله كويسين. ودي اعتقد تبقى الجوازات الناجحه اللي بيتقي ربنا جدا فيها على فكره. وده اللي هو الاختيار، فكره اختيار الدين. اذا جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه، اللي هو اختيار الدين، اللي هو دايما على مر الايام اتثبت والعصور اتثبت ان هو الراي الصح في آلية اختيار البنت. اختار البنت على دينها، على اساس دينها، واختيار الولد اختيار او الزوج على اساس برضو اذا اتوكم ما ترضون دينا وخلقا. ما خلا ذلك اعتقد ان الامور واضحه خالص. البنت اللي هي دايما مشغوله بعيل او بولد بيلبس كويس وبيتكلم كويس ومنظر كويس وامكانياته كويسه، بيشتغل بيكي فتره وبتشتغل بغيرك بعد كده. بتشتغل بيك انت فتره وبيشتغل بغيرك بعد كده، هتمشي وراه مخبر. انت نفسك هتبقى مخبر وراه، كانك تدوري وراه ومش هتكلك واثقه فيه كتير، وهتعيشي معاه في قلق كبير. نفس الحكايه اذا ارتبطتي بحد مثلا يعني كان مثلا وسيم في شكله مش عارف ايه. الرجوله يا جماعه، الرجوله ما لهاش دعوه بالوسامه. انا في اعتقادي الرجوله طباع. مفيش حاجه اسمها راجل ابيض وراجل اسمر. الرجوله راجل يقدر يفتح بيته ويقدر يحمي بيته ويقدر يكون راجل لبيته. انما احنا ما شفناش راجل وسيم مثلا. وحتى ان كان موجود ده مش شرط اساسي ان انت لازم تاخديه. ما هو انت هتاخديه هتنك تعاني معاه. طول ما انت ماشيه معاه هتلاقي في ناس كتير بيبصوا له، هتدخلي نفسك في موضوع كتير. لازم نعيد من اول ترتيب التفكير نفسه. فاحنا محتاجين نعرف البنات عايزه ايه؟ ايه هي المواصفات اللي البنت طالباها في الشاب اللي بيتقدم لها، على اساس يقدروا يبنوا بيت ويقدروا ينجحوا ويكملوا مع بعض. النهارده لما تشوف قضيه الزواج
بقت اتأخرت جدا. أجيالنا كانوا البنات بيتجوزوا على 15 16 17 سنة. لا النهارده الموضوع وصل بعد الجامعة على 25، وفي ناس بتتجوز بعد 30، وفي ناس كتير فاتها الجواز. ده كله ليه؟ بسبب برضه آلية التفكير نفسه اللي البنات أو أهل البنات مستخدمين. الموضوع محتاج يتفرد في أكتر من لقاء، لأن الموضوع خطير، وأنا محتاج أعرف رأيكم. أنا محتاج أعرف رأيكم، إيه اللي البنت عايزاه؟ أو إيه الأولويات اللي البنت بتدور عليها؟ يدخن؟ عيل زي ما بيقولوا كده بالبلدي او باللغه الجديده اللي هي موجوده في الشارع، عيل مطرقع بيعرف يتكلم كويس وده جديد ويعمل دي، هو ده اللي انت بتدوري عليه؟ اللي بيلبس البنطلون المسقط هو ده اللي انت بتدوري عليه؟ عيل مولع الدنيا على الفيسبوك والتيك توك الكلام ده هو ده اللي انت بتدوري عليه؟ هو ده اللي يقدر يفتح لك بيت؟ هو ده اللي يكون نموذج اب لاولادك؟ هو ده اللي تأمنيه على نفسك وعلى عيالك بعد كده؟ لازم يبقى فيه نقطة ستوب ونرجع تاني للتفكير العقلي.